وهنا القصة بترجع للماضي. كايزر قاعد في مقابلة صحفية، المذيعة سألته ايه سر نجاح فريقك؟ ازاي قدرتوا تهزموا زعماء مستحيلين؟ كايزر رد ببساطة شديدة: احنا بس بنعمل اللي احنا شاطرين فيه. المذيعة كانت مستغربة وقالت ان اي فريق ناجح لازم يتكون من 4 ادوات اساسية: دبابة ومهاجم ومعالج وداعم. لكن فريق كايزر واضح انه ناقص اهم دور: تانك. وسألته مباشرة: ازاي بتدخلوا غارات من غير تانك اصلا؟ كايزر ابتسم بهدوء ورد بكل بساطة: صحيح التانك عنصر اساسي، خصوصا لما يجي وقت ايقاف انماط الزعيم. وسكت لحظة قبل ما يقول الجملة اللي صدمت المذيعة: انا اللي بعمل الدور ده بنفسي. نرجع للحاضر. صرخة ألم دوت في الزنزانة. أردا كان بيتلوى بعد ما كايزر قطع دراعه ووقف نمطه القتالي. شيلد بيست كان واقف مذهول. حتى التنكات المحترفين بيواجهوا صعوبة في إيقاف نمط الزعيم، لكن مهاجم واحد عملها بضربة واحدة بس، حاجة شبه المعجزة. الوحش حاول يهجم تاني لكن كايزر قطعه بسهولة وكأن تال مجرد تدريب. الرامية صرخت بحماس: هو بيضرب النقاط الحيوية بس. وفعلا كل ضربة كانت محسوبة بدقة مرعبة. وقبل ما الفريق يستوعب اللي بيحصل، كايزر كان بالفعل أوقف نمط تاني وصحة الزعيم نزلت لأقل من الربع. شيلد بيست صرخ: استعدوا للمرحلة التانية. الساحر والرامية جهزوا نفسهم، مش ناويين يسيبوا كل الأضواء لكايزر لوحده. وفجأة جسد الجوبلين اتشوه، طاقة غريبة انفجرت حواليه، دخل حالة الهياج. لكن كايزر كان متوقع ده من البداية. كل زعيم عنده قدراته الخاصة، وأردا تحديدا بيمتلك ميزتين خطيرتين: الأولى لو اتضرب جسديا 4 مرات أو أكتر الفريق كله بيتصاب بإضعاف. تانية لو اتعرض لسحر 3 مرات بيعكس الضرر السحري على المهاجمين. وكأن ده مش كفاية، تأثير الهياج نفسه بيبطئ حركة الفريق. الرامية اشتكت بغضب: الزعيم ده بيبقى أقوى كل ثانية من غير ما يعمل حاجة. لكن الغريب كايزر كان بيتحرك طبيعي جدا ولا أي تأثير لمسه. السبب مهارته الخاصة بتخليه يتجاهل تأثير الهياج بالكامل، وده خلى ابتسامة خفيفة تظهر على وشه. بينما شيلد بيست كان بيدي أوامر بالمراوغة وتجنب الضربات، كايزر كان عنده خطة مختلفة تماما. قال بهدوء: مش محتاجين نهرب، هننهيه. واندفع لقدام. الزعيم ضربه بسيفه بعنف، لكن النتيجة كانت متوقعة: ضربة واحدة من كايزر وشق جسم الوحش بسهولة مخيفة. الساحر والرامية مش فاهمين ازاي ما تأثرش بالتخفيضات. حتى شيلد بيست بدأ يفقد أي أمل إنهم ممكن يخسروا، وبص لكايزر بتردد: هل ده فعلا كايزر الأسطوري ولا مجرد شخص بيقلده؟ ثلاثة بقوا مجرد متفرجين وكايزر وحده بيقود المعركة. وفي وسط القتال وصل للمستوى 10، ومهارة استخدام السيف ارتفعت للمستوى السابع، وده زود ضرره بنسبة 7%. نط لقدام فجأة واختفى اللحظة. بعد كده ظهر قدام الزعيم مباشرة. ضربة قاطعة واحدة قسمت الجوبلين لنصين. صوت النظام أعلن: تم هزيمة المحارب الجوبلين المتحول أردا، تم إنهاء الزنزانة. لكن بدل الاحتفال، شيلد بيست كان غارق في التفكير: هل الشخص اللي قدامهم هو فعلا الأسطورة كايزر ولا نسخة مزيفة؟ كلامه صدم الباقيين. وفجأة إشعار جديد ظهر: الفريق كسر الرقم القياسي للوقت، المركز الأول في تصنيف السرعة. المكافأة اتوزعت حسب المساهمة. طبعا كايزر احتل المركز الأول، حصل على معدات نادرة وأدوات جوبلين غالبا مش هيحتاجها. لكن الأهم لقب جديد: عرش الهجوم الزمني، بيزود السرعة بنسبة 10%. الجميع انبهر بالمكافأة الأسطورية. الساحر والرامية بدأوا يمدحوا كايزر بحماس، وهو اكتفى بابتسامة هادية. لكن شيلد بيست اتكلم فجأة بتوتر: بص على الاسم المتصدر. بما انه قائد الفريق، اسمه هو اللي ظهر في قائمة الترتيب بدل كايزر، واعتذر لانه نسي يغير الاعدادات قبل الدخول. كايزر فهم فورا: الظهور بالمركز الاول في التصنيف ده ممكن يفتح باب الانضمام لاقوى 10 نقابات في اللعبة. حتى لو الزنزانة للمبتدئين، هم خطفوا الاضواء من اشهر لاعب في اللعبة. تانك اعتذر تاني وعرض يدفع الفلوس تعويض، لكن كايزر ابتسم وقال ببساطة: عادي، الحاجات دي بتحصل. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي مش عن الخطأ ده. السؤال هو: بعد ما اسمه قرب يظهر للعالم تاني، هل الماضي هيبدأ يطارده من جديد؟ النظام في اللعبة بيعمل حاجة محدش بياخد باله منها: أول ما الفريق بيدخل أي زنزانة، اسم القائد بيتسجل تلقائيا في الترتيب. وشيلد بيست أصلا ما كانش متوقع إنهم هياخدوا المركز الأول، ومن جواه كان مرتاح شوية، لأن الشهرة مش دايما نعمة، أحيانا الأضواء بتبقى عبء تقيل جدا. وفي النهاية الأهم مش الاسم، الأهم هو المكافآت. الجائزة الحقيقية كانت مجموعة المحارب، حتى لو درجاتها بتختلف لسه تعتبر من أفضل الغنائم اللي ممكن تطلع من الزنزانة دي. وكايزر حرفيا حصل على قطع من كل الدرجات، فبالنسبة له مستحيل موضوع الاسم يبوظ مزاجه. تانك لاحظ الابتسامة الغريبة على وش كايزر وسأله بتردد: انت متأكد انك تمام مع الموضوع ده؟ كايزر لوح بايده ببساطة: اهدوا بس، الموضوع مش مستاهل. الجملة كانت بسيطة لكن خلت الفريق كله يبص له بإعجاب أكبر. بدأوا يشكروه على هدوءه وتواضعه. وقبل ما الحوار يطول، النظام أعلن: الزنزانة على وشك الإغلاق. شيلد بيست همس للرامية: كنت فاكر ان قصص كايزر مبالغ فيها، بس دلوقتي فهمت ليه الناس بتتكلم عنه كده. في اللحظة دي كايزر لاحظ انهم واقفين مكانهم وسألهم: ناويين تعيشوا هنا ولا ايه؟ الجملة فجرت الضحك وخلتهم يجروا فورا ناحية البوابة قبل ما تقفل. بعد الرجوع للقرية، الفريق اتوجه لزقاق جانبي ضيق، هدفهم متجر الكيميائي. اول ما دخلوا اتصدموا: المكان من جوه مختلف تماما عن شكله الخارجي. وزي ما توقع كايزر، الشخص المقنع ورا الطاولة كان هو كالا الكيميائي، لكن مزاجه أسوأ من المعتاد. الكيميائي بدأ يسخر منهم: استسلمتوا؟ انا لسه محتاج دم كتير لابحاثي. رد كايزر كان بسيط: حط قارورة الدم على الطاولة قوة.
الكيميائي اتجمد مكانه. لسه ما عداش حتى 40 دقيقة، ولما شاف نظرات الثقة على وشوشهم اتحول فجأة لشخص محرج شبه طفل صغير. النظام أعلن الحصول على الذهب، خاتم فضي من الصنع الكيميائي، إتمام المهمة. وده معناه حاجة واحدة، الفريق بقى مؤهل ينتقل للقارة الرئيسية. الاحتفال انفجر كأنهم كسبوا اليانصيب، لكن إشعار جديد ظهر فجأة، هدية خاصة لكايزر من كالا. كايزر خزنها لوقت تاني وقرر يفتح تذكرة المهمة منخفضة المستوى. الغرفة امتلت بضوء غريب، بطاقات بدأت تطفو في الهواء حوالينه، وباستخدام مهارة عين الحقيقة اكتشف إن أغلبها مهارات عادية جدا، وبينهم شاف مهارة مألوفة، ضربة الاندفاع، نفس المهارة اللي استخدمها في ديمرو. تذكرة المهارات بتدي قدرة عشوائية من العادي لحد الأسطوري، يعني الحظ هو اللي بيحكم. وفجأة رسالة ظهرت، سيتم إغلاق النظام خلال ثواني. كايزر اتصدم، نسي تماما حد الوقت اللي بيمنع اللاعبين من الإدمان أو إنهم ينسوا الأكل والنوم. 10 ساعات عدوا من غير ما يحس. بدأ يختار بسرعة بين البطاقات. العد التنازلي بدأ، ضغط على الشاشة في آخر لحظة، لكن النظام قفل اللعبة بالقوة. في العالم الحقيقي كايزر فضل ساكت ثواني بيحاول يستوعب اللي حصل، وبعدين صرخ بغضب هستيري كأن حد ضربه ضربة قاتلة. تاني يوم بعد نوم طويل رجع له هدوءه. دخل الكبسولة مرة تاني فورا. أول حاجة عملها فتح النظام. كان فاكر إنه شاف ضوء ذهبي. كان مزاجه اتعكر لما اكتشف إن البطاقة مش أسطورية. واضح إن حظه بدأ يخونه، أو ده اللي افتكره، لأن بعد ثانية واحدة عقله وقف. المهارة اللي حصل عليها كانت الطعنة الخلفية، السبب الرئيسي اللي بيخلي المقاتلين البعيدين يخافوا من القتلة. مهما حاول الخصم يحافظ على المسافة، المهارة دي بتقفل الفجوة في لحظة. والأغرب كايزر مش قاتل أصلا، ومع ذلك حصل عليها. ابتسامة مجنونة ظهرت على وشه. لو جمع شوية مهارات مكسورة زي دي هيبقى حرفيا لا يمكن إيقافه. في اللحظة دي شاب متفاخر كان بيحاول يقنع حبيبته إنه لاعب محترف، لكن أول ما شافوا نظرة كايزر المرعبة لفوا ورجعوا في الاتجاه التاني فورا. كايزر أخيرا رجع للواقع، لبس المعدات الجديدة ومظهر جديد بالكامل، وقال لنفسه حان وقت القارة الرئيسية. البوابة ظهرت قدامه، وفجأة افتكر إنه حتى ما ودعش الفريق اللي كان معاه. كان بدأ يحس معاهم بالانتماء، لكن يمكن دي إرادة القدر. أخد نفس عميق وخطى داخل البوابة، وفي نفس اللحظة كل اللاعبين اللي نجوا من زنزانة أرضا كانوا بيدخلوا العالم الحقيقي للعبة، مش زي منطقة البداية المقسومة حسب الدول. القارة الرئيسية بتجمع لاعبين من العالم كله، وده معناه حاجة واحدة، المنافسة الحقيقية لسه ما بدأتش. القارة الرئيسية، المكان اللي أخيرا كل اللاعبين من العالم كله بيتجمعوا فيه. وأول محطة في الرحلة كانت مدينة رافين. أول ما كايزر دخل من البوابة الضخمة عدى قدام فرسان مصرعين ساحبين مجرم مكبل بالسلاسل. مشهد بسيط لكنه وضح حاجة مهمة، العالم هنا حي فعلا. ظهر إشعار النظام، تم فتح مناطق ووظائف جديدة، انتهت حماية المبتدئين. كايزر ابتسم، اللعبة دي فعلا مستوى تاني، كل خطوة فيها بتحسسك انك دخلت عالم حقيقي مش مجرد لعبة. فجأة ضخم ولطيف قرب منه وعرض عليه بيرة NPC مجانية، وبعدها على طول ناس تانية بدأت تقدم عروض وهدايا. كايزر وقف لحظة يفكر، العالم مليان فرص، كان لو ضاع في التفاصيل هيتأخر. هز راسه وقال لنفسه كل ده بعدين. مد دراعه وهو بيفكر فين مكان الصيد اللي جاي. بعد وقت قصير كان خارج المدينة بالفعل، وحرفيا بيحول الوحوش لقطع صغيرة. عدة المحارب الجديدة زودت ضرره ضد الغوبلين بشكل واضح، ومع كل ضربة قوته كانت بتتفجر أكتر. باستخدام مهارة الاندفاع القاطع كان يختفي ويظهر وسط الأعداء كأنه إعصار. كل وحش بيقع وسيفه العظيم بيقوى أكتر. السلاح أصلا كان مكسور القوة، لكن فكرة إنه بيتطور مع كل قتال دي خلت الحماس يولع جواه. فتح شاشة القدرات والمستوى الجديد قريب جدا، لكن فجأة عين الحقيقة اشتغلت تلقائيا. في حد مستخبي بين الشجر، واحد من قطاع الطرق كان بيراقبه. عينيه لمعت أول ما شاف عدة المحارب. كنز ماشي على رجليه، فكر وهو بيسيل لعابه. ما استناش ثانية، اندفع بالسكينة، لكن كايزر وقف الهجوم بسهولة تامة. التنكر اختفى، والهواء حوالين كايزر اتغير. هالة مرعبة خلت الراجل يتراجع بخوف. صرخ فجأة وقال هجوموا عليه. سهام انطلقت ناحيته واتصدت كأنها كرات ورق. راجل بفاس هجم بعدها وانصد هجومه بضربة واحدة مهينة. ثانية واحدة بعدها وسيف كايزر قطع جسم المهاجم. الاتنين الباقيين فهموا الحقيقة متأخر، اختاروا الشخص الغلط. القاتل الجبان حاول يهرب، لكن كايزر ظهر قدامه فجأة وقال بسخرية هادئة انت تايه عن اهلك. كايزر افتكر حاجة، النوع ده من اللاعبين موجود في كل الالعاب، لاعبين بيقتلوا غيرهم بس للسرقة او للمتعة. حتى العاب اسطورية زي سورد ارت اونلاين كانت فيها النوع ده، لكن هنا اسمهم مختلف، صيادين مبتدئين. القاتل كان مرعوب، مش فاهم ازاي سياف عادي استخدم مهارة طعنة خلفية الخاصة بالقتال، وقبل ما يفهم كان اتقتل بسرعة وبدون مجهود، واصحابه لحقوه بعدها بثواني. المفاجأة النظام ما اعتبرش كايزر مجرم، الذكاء الاصطناعي حلل الموقف دفاع عن النفس ولا اي عقوبة. بعد القتال كايزر افتكر الفريق اللي سابه في ارضه، ابتسم بهدوء وحفظ معداته داخل المخزن علشان ما يجذبش انتباه صيادين لاعبين تانيين، وبدأ ينفذ مهام جديدة. وخلال وقت قصير جدا انهى عدد ضخم من المهام ووصل للمستوى 17، وفتح له الطريق عبر البوابة الغربية. وطبعا كايزر دخل فورا بدون تردد. الغابة غرب رافين كانت مختلفة، حتى ال NPC حذروه لو حسيت بالخطر اهرب فورا. لكن اول ما دخل فهم السبب، الهواء كان خانق، غابة كثيفة وحشرات عملاقة وجوبلين بيتحركوا بخطط وكمائن. المكان صعب لدرجة ان اللاعبين حطوا قانون بينهم،
مفيش حد يدخل اقل من فريق مكون من 3. قدام البوابه ناس كتير بتدور على فريق، والمضحك الكل بيتجنب الهيلر لان تطويرهم بطيء وممل جدا. ولما شافوا كايزر داخل لوحده بدات السخريه، واضح انه مفلس ومحدش راضي يلعب معاه. لكن كايزر اتنهد بس بابتسامه خفيفه. الحماس كان اكبر عن اي كلام. داخل الغابه بدا العرض الحقيقي، كان بيتحرك بين الاشجار بصمت، والجوبلين نفسهم اتفاجئوا بالكمين. واحد نط ناحيته معتقد انه فاز، فضرب الارض بعدها بثانيه. جوبلين رام حاول التصويب عليه، لكن كايزر سبقه بخطوه ورمى سيفه العظيم ناحيته على طول. وفي اللحظه اللي السيف فيها طار في الهواء حصل شيء هيغير اسلوب قتال كايزر للابد. السيف طار في الهواء، وفي لحظه خاطفه قطع النص العلوي من جسد الجوبلين كانه ورقه. لكن المشكله كايزر فقد سلاحه الاساسي اللحظات، ومع اختفاء تاثير السيف الجوبلين اخيرا حسوا ان عندهم فرصه، ودي كانت غلطتهم الاكبر. بدون تردد كايزر استدعى خطه بديله، سحب فاس بسرعه واستخدم مهاره الطعنه الخلفيه بطريقه صادمه. ضربات هابطه متتاليه، كل ضربه بتنزل على جوبلين جديد. الحركه كانت سريعه لدرجه انهم ما لحقوش حتى يصرخوا. ومع اخر ضربه ارتفع مستوى اتقانه للفاس، كانه بيتعلم سلاح جديد اثناء القتال نفسه. وده دليل واضح، اللاعب الخطير مش اللي عنده مهاره واحده، الخطير هو اللي يقدر يقاتل باي حاجه. بعد انهاء مهمه الجوبلين حس بحاجه وراه، اهتزاز غريب في الارض. طيور طارت فجاه من الاشجار، ولما لف شاف هم 44 عملاقه بتزحف ناحيته. فكايزر نط نطه عاليه والوحش لحقه على طول. صرخه حرب خرجت منه وهو بيلف جسمه بالكامل، وضربه ساحقه نزلت بقوه مرعبه. الضربه بعدت الوحش طاير لورا، لكن بعد ثانيه واحده بس عاد للهجوم. واضح انه قرر الانتقام. كايزر صد الهجوم في اللحظه الاخيره، وفي نفس الوقت اتجسد فاس قاتل في ايده الشمال. قرب اكتر ولاحظ قد ايه المخلوق ده بشع من قريب. ضربه تقيله قطعت انيابه الاماميه، وضربتين كمان بالسيف والمعركه انتهت. الوحش وقع والنصر اتحقق. شعار المستوى ظهر فورا، مستويين كاملين. كايزر تمتم لنفسه وقال توير مش لعب عيال، بس الامور ماشيه كويس. بعد ما خلص اغلب المهام المتاحه لفت انتباهه طلب عادي وسط مهام البوابه الغربيه. العنوان بسيط، العثور على قلاده فتاه مفقوده. والمضحك هو فعلا عارف مكانها. طريق وجد طابور طويل من المغامرين منتظرين دورهم، وعارف فورا الشجره اللي المفروض تظهر عندها القلاده. الناس حوالينه كانت متضايقه، لكن وسط الهمسات وصل لودانه كلام خطير. ناس بتتكلم عن امر اعدام صادر ضد لاعبين مزعجين. واحد قال ان القاتل يستحق اللي حصل له، واحد تاني ذكر اسم كايزر. انذارات اشتغلت فعالة بطلنا فورا. واضح ان في حاجه بدات تنتشر. الناس مستغربه ازاي سياف استخدم مهاره قاتل. نظريه غريبه لكن مجرد انتشارها خطر. كايزر فهم الحقيقه بسرعه. لو الجلدات عرفت بقدراته هيحاولوا تجنيده فورا، ولو رفض في ناس هتفضل تدميره بدل ما تسيبه يعيش، خصوصا جلدات ديمروك العاليه. شعارهم بسيط، لو مش لينا يبقى ما ينفعش يكون لحد. اخذ القلاده بهدوء من مكانها وفكر نفسه ان لسه بدري على التحركات الكبيره، لازم يفضل تحت الرادار. عند البوابه الغربيه الفتاه كاميلا استلمت القلاده بسعاده واضحه، عينيها لمعوا وهي بتشكره. المكافاه وصلت، ذهب وخبره وهديه خاصه منها، ومعاها وصل كايزر للمستوى 20 وحصل على تذكره سحب مهاره. كاميلا اعترفت ان القلاده اغلى حاجه عندها، ومع ذلك قررت تهديها له كمكافاه. كايزر شكرها وابتسم وقال المره الجايه خلي بالك منها. ضحكت، وفي اللحظه دي قدرات الالفا القصوى اشتغلت تلقائيا. نسبه اعجاب كاميلا نطت فجاه لمستوى ضخم، حتى كايزر اتفاجئ وبرر الموضوع لنفسه بسرعه. اكيد علشانها صغيره، بس واضح انه مش فاهم التاثير الحقيقي اللي بيعمله. بدون تضييع وقت فكر في المهمه اللي جايه، اخضاع زنزانه خارج البوابه الغربيه، والمكافاه تذكره سحب جديده، يعني فرصه ما تتفوتش. لكن المشكله في زنزانتين هناك، واحده لزعماء الجوبلين والتانيه عش نمل عملاق. وبناء على احصائياته كمحارب اختار الجوبلين. المشكله الوحيده ان الدخول بيتطلب فريق. كايزر مش مستعد يكشف قوته الحقيقيه لسه. اتجه ناحيه الزنزانه بشكل عادي جدا كانه لاعب طبيعي. المكان كان فوضى بالكامل، مغامرين بيصرخوا بحثا عن ساحر مستوى 20، تجار يصلحوا الاسلحه، جامعين موارد بيروجوا لبضاعتهم. المشهد كله اشبه بسوق زحمه. لاحظ كايزر حاجه غريبه، حتى لاعبي الانتاج موجودين هنا، واللصوص والمتفائلين زياده عن اللزوم كانوا اول ناس يتم رفضهم من الفرق. اما السحره الناس كانت تتجمع حواليهم زي النمل. وهنا افتكر كايزر قاعده اللعبه الاساسيه، القوه مش بالمستوى فقط بل بالدور اللي تقدر تقدمه ضد عدو معين واحد ممكن يغير ترتيب العالم كله داخل اللعبه. المنطقه دي مش للسطحيين، المحاربين بالسيف هنا تقريبا عديمين الفايده، بينما السحره تقريبا بيتعاملوا كحكام في الزنزانه دي. بس فجاه واحد من وراه صح عليه، لف كايزر ولقى لعيب بيعرض عليه ينضم لفرقتهم لو لسه لوحده. تردد للحظه وفكر، اكيد عارفين ان مجرد سياف مبتدئ، لكنهم اعترفوا وقالوا له ان احنا عارفين مين انت بالظبط. وببساطه هم بس بيكملوا مهمه في الزنزانه وعايزين عضو اضافي، مجرد واحد عشوائي مع الفريق. كايزر حس بشك بس قرر يلعب اللعبه وقبل الدعوه. اللاعب ارسل له الدعوه عبر شاشه النظام على طول، ومجرد ما بص على احصائياته عرف انهم فعلا عارفين هو مين. يمكن لحظه قبل دقايق وهو واقف بين اللاعبين الاخرين بارز زي الابهام المؤلم بفضل درعه الاحمر الفاقع. ده خلى السيف اللقيزي يكون خطه شريره متماشيه مع اسمه. الفرقه نزلت مباشره لمستوى صعوبه زعيم الجوبلين بالكامل
كان مضاد بعض المشاكل. المرحلة بدأت أول ما وقع الكشاف الأحمر الأول بسهولة، وبلمحة من النظام ظهر إشعار: الزعيم أصبح على علم بوجودكم. الزعيم وأصحابه بدأ يستعرضوا عضلاتهم، مستويات عالية، قوة هجوم رهيبة. كايزر بجد انبهر بالانسجام بينهم والتنسيق في الضرب، لكن ما طولوش كتير قبل ما زعيم الجوبلين يرسل تعزيزات لمواجهة الزوار غير المدعوين. وفجأة عيون حمراء متوهجة بتفتح في الضلمة، والجدران بتهز، وفوضى الزحم بتبدأ تندفع ناحية الفرقة وبشكل مفاجئ وكأنهم كريمين عرضوا على كايزر: تحب تاخد المواجهة دي بنفسك؟ وعدوه لو أي حاجة غلط إحنا هنا. الساحرة قالت: دي فرصة ممتازة لاختبار التنسيق بينا، ووعد هغطي لو حصلت أي مشكلة. كايزر شاف علامات تحذير في كل مكان، لكن هو مش جبان، هجم على طول على جحافل الجوبلين بضربة، قايم يقطعهم كأنه بيقطع دومة تدريبية. الزعيم فهم الحقيقة: الحدس القتال. الكايزر صرخ: ده محترف قديم، ده الشخص اللي بندور عليه. الأوامر بدأت: قيم مهارات الوافدين الجدد. تانك رد بهدوء: مش مبتدئين، واضح إن عنده ردود فعل حادة، وبيركز على النقاط الحيوية بسرعة لسيف كبير. لكن رغم ده في حاجة مش مترابطة. الواحد لاحظ إن مستواه لسه أقل من لاعب محترف زي اسيستنت بوي 69، ومع ذلك قدر يثبت نفسه. الساحرة زهقت من التحاليل المبالغ فيها وقالت لهم: اهدوا شوية، في الآخر إحنا عايزين نرميه في حفرة، تفاصيل مش مهمة. الزعيم أعطى ضوء الأخضر للتانك يبدأ خطته بهدوء. ثلاثة قربوا من الخلف متظاهرين إنهم جايين لدعمه، وفي نفس الوقت كايزر كان واعي لكل حاجة حواليه وهو بيقطع الجوبلين كأنهم حطب. زملائه دلعوه بالمدح: متأكدين إنك ممكن تنهي الزنزانة كلها لوحدك بالسيف ده؟ كايزر ابتسم ابتسامة واسعة وقال: انتوا مش وحشين برضه. لكن في دماغه كان فاهم سببهم الحقيقي: الاحتمال الأكبر إنهم كانوا ناويين يستخدموه كطعم ياخدوا غنيمته بعد ما يموت، أو كانوا منتظرين اللحظة المثالية لمحو بطله بسهولة. الفرقة استمرت تهدي على موجة ورا موجة من الوحوش، لكن الساحرة كانت ضايعة في التصويب على كايزر. الزعيم انفجر غضب وقال: ايه المهارة دي في التصويب؟ وهي عذرت نفسها وقالت: الوحوش كانت في الطريق. ثلاثة بقوا منهكين من التعب، معتقدين ان حظ كايزر جنوني، اما هو كان مذهول من مدى ضعف هدفها رغم انه كان بيديها فرص سهلة. وصلوا اخيرا لغرفة الزعيم. البوابة الضخمة فتحت ببطء، وهالة تقيلة انتشرت في المكان. جنود الجوبلين النخبة ظهرت كحراس شخصية للزعيم، جاهزين يسحقوا اي متسلل. الزعيم امر كايزر: اتعامل مع الاتنين دول واحنا هنغطي حاجة تانية. المواجهة النهائية على وشك تبدأ، ومصير الزنزانة كله في قبضة كايزر. وفجأة كلهم بيكتشفوا الصدمة: كايزر اختفى من عينيهم تماما، والجنود النخبة بدأوا يمشوا ناحية الفريق بدل ما يلاقوه. تانك صاح: الجرس الصغير ده لازم يكون فهم كل خطتنا. لكن الساحرة كانت سريعة وردت عليه: ركز على الأعداء بدل ما تتهور. والرجالة حاولوا يسيطروا على الجوبلين وهم بيصرخوا لها: احرقيهم قبل ما يدوسونا. بدأت الساحرة تصوب كرات النار، وفجأة صخرة ضخمة طارت ناحية وشها، اتلفت على جنب بالكاد. الفتاة الصغيرة اتجمدت من الصدمة لما شافت مين اللي رماها. زعيم الجوبلين ضخم ومكتز، صوته يهز الغرفة. شافته وفكرها بترامب، بصراحة ملامحه كوميدية. بص لها وقال: لسه هتقفي تحلمي فين؟ لكن الساحرة باظت لونها من الخوف، كأنها شافت ملاك الموت بعينيها. كايزر ظهر تاني بهدوء: انتوا اصحاب قريبين من اساسن بوي. البنت محتارة ومحبوسة بين الزوايا، وقالت الحقيقة، لكنها حاولت تقنعه: على الاقل خلينا نخلص الزنزانة قبل ما نحل اي حاجة شخصية. كايزر هز راسه: منطقيا هي صح، لكن بعدها في ثانية نصل طول وقدمين اخترق صدرها. بيوضح كايزر للجميع: ما عنديش اي اهتمام بالخيارات المنطقية. بينما التانك والباقيين مشغولين مع الجنود النخبة، كايزر استلم اشعار مكافأة عن قتل الشرير، ابتسامة على وشه. كل التخطيط اشتغل تمام. في اللحظة اللي ظهر فيها الجنود النخبة، استخدم باك ستيب على جثة قريبة واختفى في العلن دون ما حد يلاحظ. بعد كده بس قعد يستخبى مستني التلاتة يشتتوا في القتال. الزعيم بصله بدهشة: هو فقد عقله؟ مش ناوي يسحبنا معاه؟ كايزر بهدوء قال: خمن شعار حياتي الشخصي. الزعيم اتضايق: مش في المزاج الأحاجي. كايزر طلع خنجر كان لسه ماسكه وقال: بصراحة أنا مش بتعامل مع الطفيليات اللي بتستخدم باك ستيب. بق الزعيم وقع لما عرف الخنجر كان خنجر اساسن بوي 6 اي اكس، ودلوقتي في ايد كايزر. ابتسم كايزر مستمتع بالصدمة اللي على وش الزعيم، بس أكتر من الصدمة الزعيم مش فاهم ازاي سياف يمسك خنجر في ايد مستخدم سيف ضخم، ده زي قرد ماسك مفك. الزعيم سأل: ازاي ناوي تكمل الزنزانة لوحدك بعد ما قضى على الأشخاص اللي ممكن يساعدوه؟ قومة الزعيم للضرر الجسدي كانت عالية جدا، مستحيل يكسرها بخنجر صغير. كايزر اكتفى يبتسم وقال: استراتيجيتي بسيطة، تأثيرات زي بليد مش محسوبة كضرر جسدي، وده تذكرة الذهبية للفوز بسهولة. الزعيم صرخ: مستحيل، بليد لوحده ينهي زعيم عالي المستوى. كايزر مبتسم كأنه يعرف سرهم وقال بهدوء: مش مجرد بليد شيب. وفي الثانية اللي بعدها الزعيم شافه بيختفي ويظهر كام قدم قدامه. قبل ما يقدر يفهم صحته بدأت تنهار. الفارق في الإحصائيات بينه وبين كايزر كبير جدا، وكل ما الفرق أكبر الضرر من بليد أقوى. الزعيم والجندي النخبة بدأوا يسعلوا دم، الغضب والصدمة على وجوههم، مش قادرين يفهموا ايه اللي بيحصل. كايزر واقف راضي بصمت، شايف ان مهارته عملت اللي هو محتاجه بالظبط. على الورق المهارة ده مستوى 20 عادي، لكن الشرط النادر المرفق بيه خلاه يتراكم ويضاعف الضرر. مش حاجة شائعة، لكن تأثيرات الحالة المتراكمة. كايزر بالظبط
حط عنده التركيبه المثاليه من مهارات بلد واسلحه لتكبير الضرر. الزعيم مش قادر يفهم، صرخ وبنفسه الاخير وصف كايزر بانه حرامي مخادع. سخريه حقيقيه من لاعب بي كي اسمه السيف اللقيز. تانك شاف قائد الفريق واقع وصاحب اسمه في رعب، اخيرا فهم انه اختار يشتبك مع الغلط والدمار على الابواب. كايزر دلوقتي مسيطر بالكامل، والمواجهه النهائيه مع زعيم الجوبلين على وشك الانفجار. المشهد اللي جاي هيكون نار حقيقيه. الخطه كانت المفروض تمشي من غير اي غلطه، لكن الواقع قلب كل حاجه. زملاء كايزر ملقيين على الارض في الزنزانه باردين تماما، الضربه وصلت له متاخر. هم عمرهم ما كانوا الصيادين الحقيقيين. كايزر كان ماسك الخيوط من الاول بيحركهم زي الدمى. تانك لما فهم انه لازم يهرب كان كل شيء انتهى بالفعل. المقاتلين المدرعين وقعوا زي اكياس البطاطس بضربه واحده من خنجره. رغم فقدانه للدم كايزر صمد بالكاد، وبضربه اضافيه انهى حياه المخططين مع جنود الجوبلين النخبه. زعيم الجوبلين اللي كان بيتفرج بهدوء طول الوقت فجاه افتكر انه لازم يتدخل. لما شاف حرسه الامنيين وقعوا ظهر بغضب يهز المكان كله. كايزر نفسه شهق، لسه فاضل له يتعامل مع العملاق الغاضب. الزعيم بينط من فوق كانه حابب يدوسه بتقل مئات الشاحنات السيبرانيه، لكن قبل ما يقاوم كايزر يديه ضربه ركبه في وشه يوقعه لورا. الوحش بيتألم ويستغل دفاعه الذاتي يقلل اي ضرر جسدي تقريبا للصفر. كايزر ما يترددش، يستخدم مهاره اللص مره تاني ويهاجم الزعيم من زوايا متعدده. الدم بينفجر منه والزعيم يلف بغضب لما نص صحته بيختفي في هجمه واحده. عيونه تقابل عيون كايزر اللي فيها نظره الجزار اللي بيحدد مين هيكون على الشوايه بعدين. الغضب بيختفي فجاه والزعيم بيصرخ في رعب ويهرب لاول مره في تاريخ من معركته الخاصه. كايزر بيقفل المسافه باستخدام الباك ستيب والزعيم فاكر انه نجا، لكن لما يدفع دقنه المزدوج لقدام يلاقي المنفذ قرب رقبته الجاهزه للتحول الى شرايح لحم. زعيم الجوبلين بيصرخ في رعب وكأن قطر الجحيم السريع اخده معاه. النظام يبلغ كايزر بالنصر وارتفع مستواه، حتى حزام الزعيم القذر المليان عرق يبقى معاه، لكن هو مبسوط لانه كان بيدور على واحد اصلا. كايزر فكر انه ممكن ياخد مكانة مرتبته هنا، بس بما ان مفيش وقت محدد فساب الموضوع يركز على المكافآت اللذيذه. لما يرفع الدرع يلاحظ ان العصابات صرفت الثروه على العتاد، حتى سيف الزعيم كان من الطراز الاعلى. ولما يمسك عادي يفحصه قدره عين الحقيقه تشتغل وتلاحظ حاجه في المسافه. في البدايه فكر انها ستيلز، لكن الضوء كان قوي جدا. لما يمشي ناحيتها النظام يقول له انه اكتشف زنزانه مخفيه وخد الخبر تماما على غفله.